السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوف أشطاري، ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. أخبار اللي ما غاديش تعجب المحبين ديال دنيا بطمة للأسف. أخبار تفيد بأنه الحكم عليها ارتفع إلى 4 سنوات عوض سنة واحدة. خليكم معي حتى الأخير وغادي تسمعوا كل شيء بالتفصيل. فبالنسبة إخواني أخواتي، اليوم غادي نهضر لكم على مجموعة من المعطيات بخصوص قضية حمزة مومبيبي اللي كيعود للواجهة. فدنيا بطمة والأخبار اللي تم نشرها على نطاق شاسع في مواقع التواصل الاجتماعي كلها كتفيد بأنه دنيا بطمة متابعة ب3 شكايات أخريات جديدة، واللي تم الحفظ ديالها لدى المحكمة. يعني هاد الشكايات هذه لربما غادي ترفع من المدة السجنية ديال دنيا بطمة ل4 سنوات حسب التقديرات اللي كيتم تداولها مؤخرا على نطاق شاسع من مواقع التواصل الاجتماعي. فالكل تيقول وبزاف ديال الصفحات خرجوا وهضروا على الموضوع هذا وهذه القضيه ديال الشكايات اللي ظهرت فجاه. تم رفعها على دنيا بطمه واللي تم تفعيلها ضد المغنيه. فالاكيد انه غادي يتم تمديد الى تفعلات هذه الشكايات هذه، فراه غادي يتم يعني تمديد الفتره ديال السجن ديالها في مدينه مراكش الى فتره كبيره اللي غادي تكون الى 4 سنوات. أربعة غادي يتم التمديد ديالها إخواني أخواتي عوض سنة واحدة. فالكل كينتظر أنه بفارغ الصبر أنها غادي تخرج في فاتح فبراير المقبل، لأنها غادي تقضي سنة سجنا نافذة في فاتح فبراير وغادي تخرج. إلا أنه كنتفاجئوا بعض الخبر واللي صدمنا أكيد. هاد الأخبار هذه انتشرت بشكل كبير، خاصة يعني وهاد الشكايات هادو الثلاثة، بالإضافة إلى وحدة اللي مازال الحفظ ديالها. فالفنان ضد الفنانة المغربية، بالإضافة إلى تصريحات سابقة ديال تحفة واللي كيما سمعتوا أنه كيتهم دنيا بطبة بمجموعة من القضايا واللي قال بأنها متورطة فيهم، واللي كيتعلقوا بحساب حمزة مومبيبي والإدارة ديالو، بالإضافة إلى الجريمة واللي كل شيء هدر فيها اللي كتعلق بوئام الدحماني. القضية ديال التجارة بالبشر كذلك اتهامات. يعني هاد الاتهامات هذه كاملين كيزيدوا من فترة السجن ديال دنيا بطمة إلى 4 سنوات إضافية في السجن الوداية بمراكش. فهاد الأخبار هذه مشاهدينا الكرام انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي كما سبقت وقلت. فخرجوا بزاف ديال الناس كيدعموا يعني الدنيا باطمة وتيقولوا علاش كتنزلوا عليها هاد الكمية ديال يعني الاتهامات، والسيدة ما دايره حتى شي حاجة وداخله للسجن غير هكاك. فإخواني أخواتي، أنا كنعطيكم غير الأخبار اللي كتروج حاليا. البعض يقول بأنه فيما كتقرب شي مناسبة، واللي هي المناسبة ديال عيد العرش، فهي كتخرج بزاف ديال الأخبار وبزاف ديال الإشاعات في هذا الموضوع هذا. الله أعلم، تقدر تكون إشاعات. أما السيد تحفة فراكم عارفين فاش كيقول شي حاجة فراه كتكون وكيجيب داك الشيء بالدلائل والإثباتات. فإخواني أخواتي كنتمناو ليها كل خير، نتمناو ما تكونش هاد الأخبار صحيحة وتكون أخبار مجرد إشاعة. ما كنتمناو حتى شي واحد للسجن. فاللي فانز ديالها غادي يكونوا توحشوها. ان شاء الله تخرج يعني على وجه بنياتها وجه العائله ديالها اللي غادي يحماقوا باش يشوفوها. فاخواني اخواتي، كنتمناو ليها كل خير، الله يفرج عليها ويفرج على جميع السجناء يا رب. هذا احبائي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، في انتظار اخبار جديده. فما تنساوش اللايك والبارطاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.